يعطيكم العافية. طبختنا اليوم الأوزي. بدنا نتعرف على مقادير الطبخة. عنا 4 كاسات رز مغسول ومنقوع، عنا بازيلا وجزر، عنا لوز للتزيين، عنا بهارات مشكل اللي هي فلفل أسمر، كزبرة مطحونة، قرفة، بابريكا حارة، ماجي بودرة، بهارات الأوزي وبهارات مشكلة وملح. عنا هون مقدار الدجاج اللي عنا دجاجتين، وعنا بصلة للدجاج، وعنا لحمة مفرومة للتزيين، وعنا زيت قلي. بدنا نبدأ هسه بتحضير الدجاج. عنا دجاجتين بدنا نبهرهم بهارات كاملة ونحطهم بالصينية، حاطين بالصينية ورق قصدير وورق زبدة. هسه بنيجي لتتبيلة الدجاج. بدنا نبدأ هسه بوضع البهارات على الدجاج. أول إشي بنحط الفلفل الأسمر، بنحط الكزبرة الناشفة، بنحط القرفة المطحونة، بنحط البابريكا الحارة، بنحط الماجي البودرة، بنحط بهارات الأوزي، بنحط البهارات المشكلة، بنحط الملح، بنحط قليل من الزيت. هسه بدنا نجهز خلطة الأوزي اللي هي عبارة عن الجزر والبازيلا. بدنا نحط زيت، بدنا نحط ملح، بدنا نحط بهارات الأوزي، بدنا نحط فلفل أسمر، بدنا نحط الماجي، بنحطها طبعا على الغاز لغاية ما تنضج عنا وتكون جاهزة. هسه بدنا نجهز للرز. حطينا قليل من خلطة البازيلا والجزر مع الرز. منا هسه نبهره، نحط بهارات مشكلة وبهارات أوزي والملح والماجي، قليل من الزيت، نحركه، نخلط جميع المكونات مع بعض، نحط عليه غمرته مي ساخنة ومنخليه على الغاز لما ينضج. هسه عنا بدنا نطبق الأوزي بالشكل النهائي. أول إشي بنحط اللوز، بعدين بنحط اللحمة المفرومة، بنحط البازيلا، نجيب الرز وبنحطه على الخلطة. طيب.
طبعا هيك بعد ما استوى الرز بنحطه على الخلطة وبنضغط عليه عشان طريقة التقديم. هي عنا هيك الطريقة النهائية. قلبنا الرز اللي جهزناه للتقديم، وهي عنا هيك الدجاج لما طلعناه من الفرن. هي شكله النهائي. هي هيك عنا الشكل النهائي لطبخة الأوزي. بدنا نجيب الدجاجة نحطها عليها. صحتين وعافية. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسونا بلايك ومشاركة.